تاني. شيخ الإسلام ابن تيمية برضو عمل مقارنة كده ما بين موقفين اتعرض ليهم سيدنا يوسف عليه السلام. الموقف الأولاني لما إخواته رموه في البير، والموقف الثاني لما امرأة العزيز راودته عن نفسها. وقال وفقا للقاعدة اللي احنا اتكلمنا عليها ان صبر سيدنا يوسف على مراودة امرأة العزيز ليه عن نفسها كان أكمل وأفضل من صبره على إخواته لما رموه في البير، لأن كل مقومات المعصية كانت موجودة في موقف امرأة العزيز. الست جميلة وهو شاب، وهي السيدة بتاعته ربته قويته في بيتها، والعزيز نفسه ما كانش موجود وبتهدده وبتقول له لو ما استجبتش ليا هدخلك السجن. يعني هو عنده 1000 مبرر يخليه يعصي ربنا، ومع ذلك اختار ان هو يدخل السجن وصبر على كل ده، وصبر ان هو يتسجن علشان ما يعصاش ربنا. لكن في البير هو ما كانش عنده اختيارات. انا خلصت اللي انا كنت عايزه اقوله. فيعني لو حد بيعمل اي طاعه وحاسس ان الطاعه دي صعبه شويه او مش قادر عليها، يعرف كويس قوي انه هو بياخد ثواب كبير قوي عند ربنا ان هو بيصبر على الطاعه دي. كل ما بتصلي صلاه وانت حتى قلبك مش حاضر، او انت مش عارف تدعي قوي، او مش حاسس ان في حاجه جواك بتتغير، وكل ما صبرت وكل ما خبطت هتخبط مره واثنين وثلاثه لحد ما ربنا يفتح لك. وتفتكر كويس قوي ان صبرك على الطاعه ده حاجه كبيره قوي قوي عند ربنا، وهتبقى في منزله الصابرين. وانت عارف ربنا بيحب الصابرين، ان الله يحب الصابرين، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، ان الله مع الصابرين. فارجوكم يعني نحاول كلنا ان احنا نصبر على الطاعات اللي احنا عايزين نعملها في رمضان، ونحاول اننا نصبر عن المعاصي الكتير قوي اللي احنا برضو عايزين ربنا يتوب علينا منها، وندعي ان ربنا يتوب علينا منها. اكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه الحاجه اللي انت الطاعه اللي انت بتصبر عليها في رمضان. يعني انت دلوقتي في رمضان في طاعات كتير احنا بنعملها، ايه الطاعه اللي انت شايف ان انت محتاج تصبر علشان تقدر تعملها في رمضان؟ اكتبوا لي في الكومنتات دي، واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي ورمضانكم سلام.